السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير هانين؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. فيديو جديد، وإلا عجبكم البنات الفيديو ما تنسونيش من اللايكات وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم اللي كتهمني، كيهمني نعرف الراي ديالكم. مع المفرقع الديوتي بكريشه. لا البنات، بكريشه فيها شويه الدلع، ما تبقاوش تقولوا لي بكريشه، بوكرش، بوفاد. الديوتي كاع هي احسن منهم كاملين، احسن سميه، اسم على مسمى. الديوتي المفرقع اليوم طلب تاجيل جلسه، وهي كنت كتقول سعاد ما عندها دليل وانت ما داير شو، ما خايف شو، واثق في نفسك، حتى انك بديتي كتقول سعاد اللي غتمشي للحبس وانت غتسمح ليها بحال سواره الحبس في يديك. ولاش كطلب تاجيل الجلسه يا الديوتي المفرقع؟ باش تبدا تنور في الكواليس، ولا باغي تبقى تجر؟ باغي البنات يبقى يجر ويبقى ياجل فيها حتى توصل البنت للسن القانوني ويقدر يجوجها بزهير وما تحتاجش الموافقه ديال الام ديالها. المهم كيدير في الاساليب وفي المراوغات باش كيحاول يتملص من هذه القضيه. لان راه قلتها لكم البارح، قلت لكم انا وقتها هكذاك ما متفائلاش، يعني ما كنتش كنقول لكم راه اليوم غيتشاد ولا هذا، ما متفائلاش، راه يقدر ياخذ البراءه والله اعلم. وسمعت بلي ماجده غتكون غتجي في الجلسه الجايه، غتجي تشهد، حيت ماشي من مصلحتها تبقى مخبيه اولا هو يبقى مخبيها، وهي كاين دليل عليها، يعني راه حسباتها في راسها وخافت على راسها. كاين دليل عليها اللي عند قاضي التحقيق باللي كتعاود لسعاد، دليل بالصوت والصوره، كتعاود ليها على الديوتي هو وبنته، وكانوا كيسدوا عليهم في بيت النعاس، وكتسمع الاهات وبزاف د الحوايج كيسدوا عليهم بالسويع في بيت النعاس، وكتدخل هي ويا الحمام وكيبقاو معطلين، وبزاف د الحوايج كانت كتشوف. وقالت لهم سعاد سجلت هضرتها وهذا الشيء عطاتو قضيه التحقيق، يعني خاصها تجي. غير هو راه لقى راسو الاجوبه، قال لك بنتي كانت كتدخل للحمام كدير ليا صويبينه لظهرك، الله يمسخك يا ديوتي. وكانت كتدخل لبيت نعاس كيحلوا كيهضروا في الامور الماليه، يعني الهضره اللي قالت مجده صحيحه وداكشي اللي كاين صحيح. الامور الماديه، تاش من امور ماديه يا المفرقع، تاش في راس مال بوك، اش من امور ماديه يا الجيعان؟ لاش غتسد على انت وبنتك بالسويع في بيت نعاس؟ ما كنديروهاش حنا مع رجالتنا، والله ما كنسدو بالسويع، قسم واقف كيقول لك هادي ولا صافي، كاع ما كنسدو بالسويع باش نهضروا في الامور الماديه. والله يمسخك يا الديوتي. قول كنت كنسد، كنجرب داكشي اللي كنت كنشوف في الافلام، داكشي اللي قالت عليك سعاد البارح في اللايف، الافلام اللي كنتي كتفرج فيهم، الافلام الاباحيه، وكنتي كتفرج في البنات باقيين صغارات يلا عندهم 12 عام 13 عام في الافلام المره الاولى، يعني اللي قصدات سعاد البنات المره الاولى في ابتداد البكار، يعني البنيات كيكونوا باقيين عزيبات، وكنتي مدمن على دوك الافلام، يا الواكل لحمو يا الشارب دمو، كنتي مدمن يا المسخوط الوالدين يا المجرم على دوك الافلام، كتفرج وبغيتي تنفذهم وخفتي تمشي لشي وحده اخرى تغرقك حبس، قلتي اللهم في لحمي، قلتي اللهم في لحمي وفي دمي يا الديوتي يا المجرم يا الهاتر. الناس كيحافظوا على شرفهم يقتلوا عليه، وانت قلتي اللهم فيا انا في بلاصه داك الشرف ما ياخذوا واحد اخر، والبنيه تكبر ويسهل على الله وتتزوج في الحلال، وتا هي الراجل اللي غتبغي في حياتها يكون اول واحد في حياتها. وبزاف البنات كيكون عندهم احلام ديالهم، ولكن حتى هي مسخوطه الوالدين اللي زعما ما دارت معك حتى حل، حتى هي ما فهمتش هاد البنت كي دايره، واش عندها فيها الدوده اللي عندها مع 40 راس ولا ما عرفت، الله اعلم، الله يسر. لا زعما لا حول، راه ديك البنت راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، راه زعما واتيتو بعضياتكم، الله يسر في كل شيء. انت وياها ماركه وحده درتي فيها هاد الحاله وخرجتي لها على حياتها ومستقبلها وباقا كتدافع عليك، والله يسر. واخا تكون غتمشي ب50 عام خاصهاش تدافع عليك، راه دمرتي لها حياتها يا الهاتر. تفرج بالحق سعاد حتى هي ملي كانت كتشوفك كتفرج في دوك الافلام ما غتسائلش، ما فهمتش حتى هي راه مكلخه، عويلي ملي كتشوفك كتفرج في دوك الافلام وقالت لك كيتفرج في هاد الافلام بالضبط ديال البنيات عندهم 12 عام 13 عام، وكيبقى يشوف ديك اللقطه من يلاه كتفتض البكاره ديالهم، ديك اللقطه كيبقى يشوف فيها ويعاود فيها، يعني يخرجوا عليها وبغى عينيه يخرجوا في ديك اللقطه وبغى نفذها في لحمه. والله يسر، راه البنات راه كاين واحد النوع ديال الاباء بحال هكذا، مثلا كتبان ليه بنته زوينه والفورمه ومقاده كيقول اللهم فيا انا اولى، بنتي انا اولى،
كاين هاد الفكر عند واحد النوع ديال الاباء مجرمين، الله يستر. ماشي كلشي، راه كاينين الاباء والاغلبيه هما الاباء مزيانين مع وليداتهم ويقتلوا ريوسهم ويضحيوا بحياتهم على قبل شرفهم وشرف بنياتهم، الاكثريه الاغلبيه. ولكن كاينين واحد النماذج اللي كتبان ليه بنته مثلا هكذا الفيرمه وزوينه وهذا عنده ديك الفكره كيقول اللهم فيا انا، غيجي واحد اخر ياخذها وانا ربيتها ودرت اللهم فيا انا. وهذا الديوت سبحان الله راه حول مولف الخدمه في عيالاته، كيبغي عيالاته يخدموا عليه ويجيبوا ليه. ها هو تا بنته ما كفاتوش انها خدامه عليه ومضيعه راسها ومشوهه وعلى حساب السمعه ديالها والكرامه ديالها، وراه مفضوحه في اليوتيوب بلا ما نبداو نكذبوا على ريوزنا. وما كيحسب لهم مشهورين الشهره ديال الشوهه. وما اكتفاش بهذا الشيء، يعني بغى حتى لحمها، ولحمها معريه في المواقع والحاله باش تجيب ليه الفلوس، ولكن بغى حتى لحمها، حتى هو بغى ضاقو وخرج عليها واغتصبها. والله يسر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله عاقبته ما تخرج على خير، والله عاقبه الديوتي خرجت على خير. وحتى الخائنه مسخوطه الوالدين. انا غنوجه واحد السؤال لسعاد، بغيت نعرف واش متاكده ديك البنت ولدتيها خرجتيها من الوالده ولدتيها من المكان الطبيعي اللي كيولدوا منه العيالات، بغيت نعرف، اولا خرجتيها من المصرى الكبير خريتيها. حاشا المستمعين والمتتبعين اللي كيتصنتوا ليا، حاشاكم ونطرى برجليكم، غير بغيت نعرف هذا السؤال، واش ولدتيها من الوالده من المكان اللي كيولدوا منه العيالات ولا خرجتيها من المصرى الغليظ خريتيها؟ راه كيبان ليا ديك الدريه ما مولوداش طبيعيه. العائله الديوتيه، العائله المقدوره، وبخصوص الاب وبنته بالخصوص بجوج، وكتحس بهم معجونين عجينه وحده، في كذوبهم، في مراوغاتهم، في بزاف د الحوايج، في فورمتهم، في وجوههم كيتشابهوا، في كل شيء كتحس بهم معجونين عجينه وحده، عجينه ديال الشيطان والتحرميات والكذوب، وما كيحنوش، ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. غير هي كيفرشوا بعضياتهم، واخا هكاك كيقول لك خلي الكذاب ينسوا وسوليه. بحال البارح هي في اللايفات قالت حنا الجلسه المحامي ديالنا طلب تاجل، قالتها البارح في اللايف. وهو اليوم مني خارج كيشطح من المحكمه اش قال وانا راه ماشي في مصلحتي التاجيل، حنا ما طلبناش من يسمعوا. سعاد دارت اللايف وقالت راه طلب ياجل المحاكمه، قالك لا انا ما طلبتش، انا ما فراسيش. يلا وشوف الكذوب، هذا الشيء ما فراسوش تاجيل المحاكمه. وشوف الكذوب، هذا الشيء، هاد الهضره موجهه للقطيع اللي متبعهم. هذه ماشي اول كذبه، هذه بحال تقول نقطه في بحر. هما ديما كيكذبوا كيحصلوا، وكل واحد فيهم كيخرج بكذبه، كينساو اولا كيكونوا ما متفقينش، كل واحد كيقول كلمه. يعني الكذوب هما معروف عليهم. والفرق عارف، المحاكمه غتاجل، غادي يتمختر بالجلابه ونضادر ناري 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 بحال دوك الشلاهبيه دوك الشلاهبيه اللي كيكونوا في الحلاقي. الديوتي غالب عليه فؤاد وساك مران قدامه. المهم البنات، قبل ما ننسى هذه النقطه مهمه اللي كيتسائلوا على النهار ديال الجلسه الماجيه، نهار 20 في شهر 4. نهار 20 في شهر 4 ربما فيها خير. هذا التاخير ديال الجلسه يقد يبانوا دلائل جديده، راه ما عرف الواحد الخير فاش. يقد يبانوا دلائل جديده، يقد الاستاذه الروقاني حتى هي تكون في مصلحتها، يعني ما عرف الواحد الخير فاش. وكنتمنى والله يبين فيه الحق وتدخل العداله الالهيه وحق الله العظيم، والله يحصلوا الله يحصلوا. اما داك الشطيح والرضيحه داكشي كيبغي يثبت به الكل اللي متبعينه، وكيبغي يتلت به انا يبغي يثبت به المشاهدين. ديك اللعيبه زعما ما على بالوش، هو راه بالفعل كيخرج ناشط، حيت كل جلسه كيقول الله يا ربي سلكت منا، الله يا ربي سلكت منا. والله يحصلك والله يحصلك يا الواكل لحمه والشارب دمه، يا المكبوت يا المختل يا المريض. راه البنات مريض، راه انسان مريض بهاد الامور ديال الجنس. شو غير داك الفيديو اللي خرج لي ديال العاده السريه كيدير مخرج عينيه وجهه صفر، راه مريض. واي واحد كيكون كيتفرج في هذوك المواقع وبهذه الطريقه وقالت لك مركز على الفيديوهات ديال الاغتصاب ديال البنات الصغار، هذا ماشي انسان مريض، راه والله حتى مريض. وراه فيت واحد المره قال واحد الكلمه، قال لك هذيك الغريزه، هذيك راه غريزه ما غاديش يحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى. على احنا حيوانات اللي ما غادينش نتحاسبوا على الغريزه، والحيوان الديوتي
والحلوف على التحلوف، وراك حلوف كيفاش ما نتحاسبوش؟ هذيك غريزه، والغريزه ما كيتحاسبوش عليها غير الحيوان. اما الانسان راه عطاه الله الغريزه وعطاه الله العقل، يعني خصو يخدم عقله، ماشي الغريزه تغلب عليه. ولاني راك حلوف ديوتي، الله يتبعك البلا والله يحصلك والله يبين فيك العلامه وشار الغفران. سمحوا لي البنات جيفني الله يجيفه. المهم هنا كيتسالى الفيديو ديالنا، الى فيديو اخر باذن الله. خليت لكم الراحه والسلامه وراحه البال. بالسلام عليكم الاحباب ديالي، بسلامه.